السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ هعمل معاكم النهاردة وصفة من الوصفات المحببة لقلبي. دي وصفة الطفولة، كانت ماما دايما تعملها لي. هنعمل الباستا فلورا بطريقة بسيطة ومكونات سهلة وان شاء الله تكون موجودة عندك. هنستخدم بس كوباية من الزيت وحبتين من البيض على شوية كده دقيق يكونوا موجودين في البيت، مش عارفة تعملي بيهم ايه. واي نوع مربى تكون عندك، وخاصة احنا في فترة المدارس، فاي نوع متوفر عندك او الاولاد تحبه هتقدري تعمليها. وهتزينيها بقى بأي صوص تحبيه وأولادك يحبوه. زي ما انتوا شايفين خطيرة. أول حاجة معايا حبتين من البيض درجة حرارة المطبخ، هضيف عليهم نص كوباية من السكر البودر، وممكن نستبدله بالسكر العادي بس اللي هو حبيباته ناعمة، بلاش سكر الخشن أوي. وهضيف عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا. هضربهم كويس لحد اللون ما يفتح معاكي درجة كده أو درجتين. يعني شايفينها دلوقتي لونها اصفر، بعد كده هيبقى كده اللون فاتح خالص معانا. الخطوة دي تقدري تعمليها في الخلاط او ممكن تستخدمي المضرب اليدوي، هيمشي معاكي بس يعني ايه هتضربي شوية حلوين. شايفين وصلت معايا لدرجة اللون ده كده. هنوقف بقى ضرب وهضيف عليها كوباية من الزيت، واختاري نوع زيت كويس علشان يخلي طعم معاكي كويس، لان احنا مش هنستخدم لا زبدة ولا سمنة. وطبعا تستبدلي الزيت عادي بزبدة او سمنة لو انتي حابة. في بولة اوسع بقى ونزلت بالخليط، ما تسيبوش حاجه بقى، كل اللي موجود ده هننزل بيه. وبعد كده هنيجي للمكونات الجافه بتاعتي. معايا 3 كوبايات من الدقيق، هضيف عليها معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه صغيره من الملح. هقلبهم كويس. شايفين المكونات بسيطه بس هتطلعلك صينيه محترمه وطعمها حلو وهتعجب اولادك قوي. هننزل بالدقيق بقى، وبعد كده هنقلب الخليط بتاعنا. احنا مش بنعجن لان احنا بنعملها معامله البسكوت، يدوب بس يختلط كل المكونات مع بعضها ونوصل ان القوام بتاعها يكون عجينة طرية مش بتلزق، وفي نفس الوقت ناعمة معاكي كده وطرية، يعني تيجي تفرديها مش هتلزق معاكي ولا هتمسك في ايديك، وما فيهاش اي تشققات ولا اي حاجة. امشي على نفس الخطوات والمقادير وهتنجح معاكي. انا كل ده ما استخدمتش ايدي ولا اي حاجة، يدوب بتتلم معايا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين. هنيجي بعد كده بقى ان احنا نقسم العجينة بتاعتنا الى 3 اجزاء. الطبيعي يكون 3 اجزاء، لو مش هتعرفي يعني تقيميها 3 اجزاء. هتاخدي جزء هتركنيه على جنب او تدخليه التلاجة، والجزئين التانيين هتضيفيهم على بعض ودول هنفردهم في الصينية. او تاخدي جزء صغير والجزء التاني يكون ضعفه مرتين، ان احنا برضو نفرده في الصينية. يعني الجزء اللي هنفرده تحت هيكون قد اللي احنا هنبشره على الوش مرتين. ممكن لو حابة انك توزنيها تمام براحتك، بس يعني مش مستاهلة. ما عنديش بقى صينيه طرت، هعمل ايه؟ هنجيب صينيه زي ما انا عملت كده بالظبط، مش شرط صينيه بتتفتح، احنا هنجيب صينيه عادي وهنضيف فيها ورقه زبده. ورقه الزبده هندهنها دهنه بسيطه كده من اي ماده دهنيه عندك، ونفرد فيها العجين عشان تسهل عليكي انك تنقليها وانك تقطعيها بكل سهوله. هنرفع بقى العجينه على الاطراف كده علشان الحشو ما يخرجش بره، وبالشوكه ونبتدي نعمل فتحات علشان ما يتضاعفش حجم العجينه في الفرن معانا، والحشو برضو يرتفع من العجين. الحشو بقى اي نوع مربى متوفره عندك، زي ما قلتلك اي نوع بتحبيه او الاولاد عندك بيحبوه. يعني انا دلوقتي كان عندي مربى مشمش، انا عارفه ان ده مش وقتها او مش الموسم بتاعها، بس هي كانت موجوده عندي، انا كنت عاملاها ومخزناها. فتقدري تستبدليها بمربى الفراوله او ممكن النوتيلا او اي نوع شوكولاته قابله للدهن. اي حاجه موجوده الاطفال بيحبوها مفيش حاجه توقفك. هنفردها كده في النص، هنبعد عن الاطراف طبعا. وهنجيب بقى الجزء من العجينه اللي احنا دخلناه التلاجة لحد ما عملنا كل الخطوات دي، هنجيبه وهضيف عليه 4 معالق من الدقيق. معاكي من 3 إلى 4 معالق من الدقيق لحد ما توصلي لنفس القوام بتاع الكسكسي. فكده تكون العجينة مفرولة وشبه حبيبات الرمل، بس حبة الرمل اللي هي ايه، كبيرة شوية مش صغيرة قوي، بالشكل ده كده. ممكن الخطوة دي نعملها في الكبة، هتطلع كل الأحجام متساوية.
والطريقة دي اسهل من ان احنا نحط العجينة في التلاجة او نزودها دقيق او نبتدي ان احنا نبشر على الوش. لا، ده كده اسهل خالص، بايديكي كده في ثانية هتلاقيها وصلت للشكل اللي انت شايفاه ده، وبتطلع معاكي حلوة قوي. وكمان اختلاف حجم الحبيبات بيخلي المنظر بتاعها حلو بعد التسوية، اللي هو مش كلها شكل واحد، انما لو عملتيها في الكبة هتاخد معاكي شكل واحد. هنسخن بقى الفرن بتاعنا، هندخلها على رف اوسط. اخر 5 دقايق في وقت التسوية هما اللي بنشغل فيهم الشواية. اول الوقت مش بنشغل الشواية عشان ما تاخدش لون وتكون لسه مستوتش كويس. النار بتكون معاكي هادية. بعد ما تخرج بنسيبها شوية ترتاح، انا مش بقطعها على طول عشان طبعا المربى هتكون سخنة معاكي، فلو قطعتي على طول هتخرج بره والمنظر مش هيكون احسن حاجة. فاحنا نسيبها شوية تهدى، وبعد كده بقى نبتدي ان احنا نشيلها بكل سهولة، لان ورق الزبدة سهل عليكي وما احتاجتيش لا صينية بتتفتح ولا اي حاجة. شايفين؟ طالعة خطيرة. قدموها بقى بأي طريقة تعجبك، سواء بقى حابة تزينيها ببولة ايس كريم على الوش كده، او حابة ان تضيفي اي نوع صوص موجود عندك. انا استخدمت صوص الكراميل، كان عندي بديل النوتيلا عشان احنا طبعا مقاطعين، فبرضو استخدمتها في التزيين. فاي حاجة تحبيها تقدري اساسا تسيبيها كده، هي مش محتاجة بصراحة لان سكرها مظبوط، وبعدين دي محشية مربى يعني فمش محتاجة. جربوها وان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا الاشتراك في القناة، وتقولوا لي بتتابعوني منين، ومستنية اشوف تعليقاتكم الحلوة اللي بتفرحني. واسيبكم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.